ورحمة الله وبركاته. بوجي كان بيسأل وبيقول حضرتك في بريجيدير؟ في بريجيدير، وقلت اعمل لكم فيديو كده سريع عنه. البريجيدير الايطالي اللي هو تقليد الحلوان الحي او البريتا. حته جميله قوي. تمام، دي العلبه بتاعتها، طبعا شركه كيمار الشهيره، ودي العلبه بتاعتها اهي مكتوب عليها كيمار. تمام. بيجي معاها خزنتين، خزنه اهي جوه، وادي الخزنه التانيه، وبيجي معاها الكتالوج بتاعها. احنا دلوقتي انا عايز اعمل لكم فك وتركيب عنها كده سريع كده، لان هي مختلفه جدا جدا، متهيألي لو حد وقعت في ايده مش هيعرف يفكها. تمام. ودلوقتي برضو ايه، نجربه لو بتحشر اي حاجه. تبص السوسته بتاعتها بتاعت الخزنه حتى مختلفه تماما، تفتح كده لبره. انا مش محتاج اقول لكم بقى عن الخامه والكلام ده كله، الناس اللي اقتنتها مفيش تماما اي مشكله، صوتها عالي جدا، ما بتحشرش طلق نهائي. وده دلوقتي انا هوريه لكم عشان لو حابب تقتنيها. بصراحه حته جميله جدا. الايطالي محترم لا يعلى عليه. و الخزنه بتشيل 10 طلقات، هنشوف دلوقتي وافرجكم دلوقتي برضو عليها اهي. بص، ميد ان ايطالي، مش عارف ظاهره ولا لا، بريجيدير مود 96، ودي علامه الايه، الكيمار. حته جميله جدا 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 ومضمونه. حتى بص الزناد بتاعها وكل حاجه مختلفه. تمام. هنجرب دلوقتي نشوف بتحشر طلق ولا لا. انا تأمليت على فكره الخزنه بتاعتها، هنشوف. بسم الله اهو. لا طبعا ان شاء الله يعني مش محتاجه. كل اللي معاه ما شاء الله حته محترمه جدا. خلاص تمام. طيب نبتدي دلوقتي الفك والتركيب كده سريعا. حته بصراحه جميله جميل. اول حاجه فكناها هي الخزنه. تمام اهي. بعد كده بص بقى، ركز معايا في الحته دي. احنا عندنا دلوقتي السقاطه هنا بتاعه تثبيت الاجزاء. بص عشان برضو طبعا دي انا عانيت عشان انضفها، لان كان صاحبها ما بينضفهاش تماما. هنحتاج نفك العاده اهو. هنا في سوسته اهي، السوسته اهي طلعت معانا. تمام. والناحيه التانيه مش مشكله اهو اهو، صوت تثبيت الاجزاء. تمام. بص بقى الحته دي هي اللي فيها ايه، التربايه كلها. بص هنا في عندك هنا ده مسمار اهو. تمام. وفي هنا حاجه لازم بص تدخل فيها ايه، زي ما انا بدخل كده مش عارف هل دي بتاعتها ولا ايه. ايوه، لا متهيألي عايزها واحده اصغر، نجيب لها حاجه اصغر. بسم الله. لا هي دي بتاعتها. ايوه اهي، بكل سهوله بنلف كده. بص دي حته ايه كده، صاموله زنقه على المسمار هنا ده، فلازم تفكها الاول الصاموله دي اهي. تمام. خلي بالك بس عشان الحاجات دي ايه، صغيره جدا، فعشان متقعش نحطها كده على جنب. بعد كده نفك المسمار ده. بص برضو ايه، مش عايز اطول عليكم الفيديو، هحاول اعمل بسرعه. اهي. بعد كده خلاص بقى هي كده ايه، المفروض تطلع اهي، طلعت معانا بسهوله اهي. وكذلك اهو. تمام. وادي السوسته بتاعتها، وادي كده تبدأ بقى ايه تنظف انت بنفسك. انا برضو ايه عايز امسحها كده سريعا عشان اخر مرة زيتها. تمام. بعد كده التركيب خلاص بقى زي اللي احنا عملناه ننهي بيه. الموضوع سهل وبسيط اهو. حتة محترمة
جدا 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 بصراحه. اهو نقفل اول حاجه مصور هنا. المعدن بتاعها تحفه. الفكره بقى ان مفيش حد حرفيا اشتكى منها، رغم ان هي اتحطت تحت ضغوطات كتير خلال ال4 سنين اللي فاتوا لما نزلت. اتحطت تحت ضغوطات كتير. كانت مبدئيا صحيح، هي مبدئيا كانت نازله تقريبا بسعر 6000 او 7000 جنيه مصري. كان سعرها كده من سنتين يعني. مش عارف بقى هل انت ممكن تلاقيها دلوقتي ولا لا، مش عارف. ولكن كل اللي اتعامل معاها وحرفيا كانوا بيهنوها. مفيش حد ما شاء الله عليها. والكمار معروف الايطالي لا يعني صناعة جميلة جدا، مش محتاجة يعني. جميلة جميلة جميلة. طبعا دي اكتر حتة رخمة. راحت فين؟ هركبها اشوفها الاول وقعت فين. عايز اركبها كده وارجع لكم عشان وقت الفيديو. تمام نكمل. انا حطيتها هي مكانها، نكمل معاكم. فمش عارف بقى هل سعرها دلوقتي طبعا هي الناس كلها بتستعبط حرفيا، اللي نفسه في سعر بيحطه يعني. بيقول لك انا سعري كذا وانت جاي معاك اصل الحاجه ما بقتش متوفره قد كده. الشاكوش بتاعها على فكره محترم جدا جدا جدا، وقبل ضرب النار طبعا، وصوتها تحفه. كنت الاول بعمل لكم فيديوهات عن الضرب والكلام ده كله، بس يعني لقيت الموضوع مش مجدي قوي، فهنكتفي بكده بس. تمام فك وتركيب، تشوف الدنيا فيها ايه، بحيث ان انت لو عايز تقنيها مفيش مشكله. انا بعرض عليك الحاجه وانت تقرر براحتك. ما شاء الله حته جميله جميله جميله. الزلال بتاعها حتى لو في اي استفسار عن اي حاجه، حابب تستفسر عن اي حاجه، يا ريت تكتبها لي في الكومنتات وانا على طول هحاول اعمل لك فيديو اول باول. وما تنساش تعمل اشتراك وتشجعنا كده عشان نكمل. ولو حد عايز اي تجربه اي حاجه احنا مع بعضينا. طبعا عملت لكم عن ايكو جاكال، عملت لكم عن بلو اف 92، طبعا حاجات كتير. فشوف لو حد محتاج اي حاجه يبعتها لي في الكومنتات، وان شاء الله اجيبها لكم من اي حته اتصرف لكم فيها واعمل لكم عنها فيديو.